ناس كتير بتسأل امتى يا ترى هيتغير التوقيت الصيفي للتوقيت الشتوي. طبعا عارفين كلنا ان يوم 28/4 اللي في سنة 2023 آه، تم تقديم الساعة 60 دقيقة لقدام. كانت الساعة 12 خليناها الساعة 1، ومن ساعتها القرار دوت متطبق في مصر لحد الوقت اللي بنتكلم فيه دلوقتي. طبعا كلنا بنسأل امتى هيبدأ التوقيت الشتوي. التوقيت الشتوي يا جماعة هيبدأ من يوم الخميس الموافق 26/10/2023، وده هيكون بداية أول شهر في أو نهاية، معلش أسفة، أول شهر في فصل الخريف. تمام كده. طبعا الناس بتسأل ايه فايدة موضوع التوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي والكلام ده كله. طبعا في فوائد كبيرة جدا، ان هيبقى توفير حوالي مبلغ 25 مليون دولار من الكهرباء، وده طبعا بيوفر وحدات للغاز المستخدمة في انتاج الكهرباء، ويوفر كمان 1% من استهلاك الكهرباء يوميا، اللي بيوفر حوالي بالتالي 150 مليون دولار في السنة. تمام. طيب، هنفضل قد ايه على موعد تطبيق التوقيت الشتوي؟ هنفضل طبعا فترة الشتاء كلها. احنا دلوقتي بتفصلنا حوالي 52 يوم لحد ما يخلص التوقيت الصيفي، وهنبدأ بعد كده بالتوقيت الشتوي. طبعا يا جماعة التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي ده هيوفر للحكومة ساعات وكهرباء والكلام ده كله، بس احنا للأسف بيأثر على الساعة البيولوجية عندنا. ومثلا عايزة اقول لكم مثال بسيط، يعني مثلا الساعة لما هتبقى 12 وهتتأخر للساعة 11، ده في حد ذاته هيأثر على مثلا الناس اللي بتعمل مثلا دايت. يعني لو واحدة مثلا المفروض بتوقف أكل الساعة 7 بالليل، لا، هي المفروض توقف أكل من 6 بالليل. والموضوع ده طبعا للناس يعني اللي بيعملوا دايت. طيب احنا كناس يعني عادية، لا، هيأثر طبعا على الساعة البيولوجية بتاعتنا وساعات النوم بتاعتنا. خلاص كده. يكفي ان احنا مثلا لما هنيجي نسهر ونفتكر بقى ان خلاص انا مثلا واحدة بسهر، وافتكر مثلا الساعة خلاص دلوقتي الساعة 1، تمام كده، وهي اصلا الساعة 2. تمام. فده هيخلي ان احنا لما نيجي ننام هنصحى جسمنا مكسر، و هنفتكر بقى خلاص ده احنا لسه بدري، ده الساعة لسه مثلا 12 وهي الساعة 1. فهتبتدي بعد كده لو انت عايزة تصحي للمدرسة مع عيالك الساعة 6، لا، ان انت المفروض تصحي مثلا من الساعة 5. فاهمين ازاي؟ فده طبعا هيأثر جدا على الساعة البيولوجية بتاعتنا. ويا ريت نحاول نعود نفسنا من دلوقتي على النوم بدري، عشان أول ما يجي يتغير التوقيت الشتوي نبقى متعودين على كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.